في يوم عادي جدا، الساعة كانت الساعة 2 الفجر، وموبايل أحمد وصلته رسالة فجأة. رقم غريب، رسالة واحدة بس بتقول: لو شفت الرسالة دي يبقى أنا خلاص مش موجود. أحمد اتجمد مكانه، لأن الرقم ده كان رقم أبوه. أبوه كان مسافر بقاله 3 سنين، شغل في محافظة بعيدة، مكالمات قليلة وخلافات كتير، وآخر مرة كلموا بعض كانت خناقة. أحمد افتكر آخر كلمة قالها: سيبني في حالي، أنا مش محتاجك. الموبايل وقع من إيده، اتصل، مفيش رد، اتصل تاني، مقفول. كرر المحاولة عشرات المرات، ولا أي حاجة. لبس بسرعة ونزل جري. الليل كان طويل والطريق أطول، والرسالة بتلف في دماغه كل ثانية. وصل المستشفى مع أول نور الصبح، سأل في الاستقبال. الموظف قال بهدوء قاتل: أستاذ، هو دخل الطوارئ امبارح، بس للأسف. أحمد ما سمعش باقي الجملة، الدنيا لفت بيه. دخل الأوضة، شاف أبوه نايم، هادي، كأنه نايم بس. جنب السرير موبايل قديم مفتوح، على مسودة رسالة مش اتبعتت. المسودة بتقول: كنت مستنيك تكبر وتفهم، مش مستني شكر، بس كنت مستني أسمعك تقولي وحشتني. أحمد قعد جنب السرير وبكى، مش عياط عالي، عياط ساكت تقيل. قال بصوت مكسور: أنا محتاجك، بس اتأخرت. الحقيقة الأقصى إن أبوه بعت الرسالة وهو لسه عايش، بس الشبكة كانت واقعة، والرسالة وصلت بعد ما كل حاجة خلصت. أحمد رجع البيت، فتح الموبايل، مسح كل الرسايل، وساب رسالة واحدة. ومن يومها كل ما يزعل من حد يفتكر إن في رسايل لو اتأخرت دقيقة ممكن توصل بعد فوات الأوان. قبل ما تقفل الفيديو، اسأل نفسك: مين آخر شخص محتاج تسمع صوته؟ وما تستناش الرسالة توصل متأخرة. لو القصة عجبتك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في قناة قصص وروايات.